شكون هي نور الحياة؟ وعلاش محتوى نور الحياة فيه الهدوء والسكينة؟ اليوم قررت نكسر حاجز الصمت ونهضر معكم بصوتي. هاد الصوت اللي كتشوفوه اليوم هو نتيجة رحلة طويلة مع الحياة. ممكن تسمعوا في صوتي رعشة. هاد الرعشة ماشي خوف، ماشي ضعف، هي أمانة من عند الله، وهي الأثر اللي خلاتو فيا محطة صعيبة دوزتها. الحياة اختارت تمتحني في صحتي وفي صبري، وقررت أنني منستسلمش. هاد الصوت اللي كيرعش هو اللي علمني معنى الرضا، وهو اللي خلاني نشوف الدنيا بعينين مختلفين. دوزت أيام كان الصمت فيها هو الرفيق ديالي، ولكن وسط هاد الصمت شعل نور في قلبي، وهو نور الحياة. قررت نفتح هاد القناة باش نقول لكل امرأة كتحس بالوجع أو النقص أنتي قوية بضعفك. الرعشة اللي في صوتي هي بصمتي، هي حكايتي اللي كنفتخر بها بلا ما نحتاج ندخل في التفاصيل، حيت العبرة في الاستمرار ماشي في الألم. فتحت هاد القناة باش نشارك معكم السكينة اللي لقيتها في أشياء بسيطة، في الخياطة مثلا، في تنظيم البيت، وفي القرب من الله. بغيتكم توالفوا صوتي كيف ما هو، حيت هذه هي أنا، نور الحياة الحقيقية، بلا زواق بلا أقنعة. شكرا كل وحدة فيكم خلات لي كلمة زوينة ودعمتني. وجودكم هو اللي كيعطيني القوة باش نكمل. ودابا بغيت نسولكم، واش فايت لكم مريتو بمرحلة حسيتو فيها ان الضعف ديالكم هو اللي رجعكم اقوى؟ شاركوني قصتكم في التعليقات. وفي الختام بغيت نفكركم ان التغيير كيبدا بخطوة صغيرة. كنت معكم انا نور الحياة، طريقك نحو التغيير الهادئ.